تعرفي إن انتي لو تخينة أو رفيعة ده سبب من أسباب تأخر الإنجاب، وكمان السن ومنتصف الثلاثينات. تعرفي إن في أدوية ممكن تؤثر على عدم حدوث الحمل؟ التدخين والنفسية وعدم انتظام الدورة والورم الليفي والتكيسات وضغط الدم والسكر وأمراض القلب، كل الأسباب دي وغيرها هنتكلم فيها. بس يلا خشي على اللينك واعملي اللايك. مساء الخير حبايبي الحلوين، وحلقتنا النهاردة عن أسباب تأخر الإنجاب. أول حاجة سوء التغذية. بصوا بقى يا حبايبي، لازم تكوني بتتغذي كويس. بمعنى إيه؟ إن انتي تاكلي أكل صحي يا بنتي، من الخضار والفاكهة والألبان. تاني حاجة تحافظي على وزنك. انتي تعرفي ان انتي لو تخينة او رفيعة الاتنين بيأثروا على انتاج البويضات، وكمان لو انتي في منتصف التلاتينات يبقى عندك نقص في البويضات اللي ينفع تتلقح طبيعي. وخدي بالك ان في ادوية بتأثر على عدم الانجاب، زي مضادات الالتهاب ومضادات الاكتئاب، وكمان الأدوية يا بنتي الخاصة بالسرطان والعياذ بالله، وكمان الأمراض المزمنة وغيرها. بصي بقى، لو انتي متجوزة من قريب أو بقالك كتير أنصحك يا بنتي تشوفي دكتور يفحصك انتي وجوزك علشان تطمنوا، وكمان علشان تكتشفوا أي مشكلة من بدري ويبقى سهل علاجها. لكن لو مفكوش حاجة انتي وجوزك تبقى دي يا بنتي حكمة ربنا سبحانه وتعالى، وكله بأوانه، وبإذن الله هتكوني بخير. وفي الختام يا رب تكوني بسلام. يلا هنتظر رسايلكم واستفساراتكم، وكمان تحكولي على تجاربكم على صفحة البرنامج، وأنا هرد عليكم على طول. هستناكم يا حبايبي، وحلقة جديدة وشديدة وبرنامجكم الدايم.